السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن مباراه الاهلي امام المصري ان شاء الله بكره، وهنتوقع برضو في نهايه الفيديو نتيجه المباراه. قبل بس ما نبدا، يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا نخش على الفيديو. نقول كده اخبار النادي الاهلي الاول. الاهلي رسميا يعلن التعاقد مع مروان عطيه لاعب نادي الاتحاد السكندري بعقد لمده 4 سنوات ونص، ودي الصفقه رقم 3 للاهلي في يناير الحالي. ورسميا كهربا يعود للمشاركه من جديد في المباريات. كهربا هيبدا يشارك ان شاء الله من مباراه بكره في حال ضمه الى قائمه المباراه. في كلام ان كولر ما كانش عاوز ياخده بسبب ان الفيفا ما كانتش ردت على الاهلي، لكن بعد الرد من الفيفا على الاهلي بنسبه كبيره اللاعب هيكون متواجد في القائمه، واحتمال يشارك في الشوط الثاني في مباراه بكره. عوده حميده كهربا وان شاء الله تكسر الدنيا وترجع احسن من الاول. والاهلي النهارده ختم مرانه استعدادا لمباراه المصري بكره الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على ملعب برج العرب باسكندريه. وشارك في المران خالد عبد الفتاح ومحمد كريستو، وشارك ايضا محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر بعد عودتهم من الاصابه، فهيكونوا متواجدين بكره مع النادي الاهلي في اسكندريه. ودي كده كل اخبار النادي الاهلي. نخش كده نتكلم بقى على المباراه بتاعت بكره، ونقول التشكيل المتوقع، ونقول برضو الطريقه اللي بيلعب بقى كابتن حسام حسن، ونقول اهم اللاعبين مع نادي المصري. نقول بقى كده ترتيب الفريقين. الاهلي في المركز الاول ب 30 نقطه، والمصري في المركز الثامن ب 17 نقطه. واخر مباراه لعبها المصري فاز فيها على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وكانت مباراه صعبه جدا جدا على المصري البورسعيدي، لكن قدر اللي هو يخطف الثلاث نقاط من الاتحاد السكندري. اهم لاعبين في نادي المصري البورسعيدي هو عبد الرحيم دغنوم ومروان حمدي. عبد الرحمن دغنوم سجل هدفين وصانع هدف، ويعني ما شاركش كتير في المباريات بسبب اللي هو كان تعرض لاصابات وكده. ومروان حمدي مسجل 3 اهداف وصانع هدف. دي ابرز اللاعبين اللي موجودين عند النادي المصري البورسعيدي، ودي التشكيل اللي دايما بيلعب بيه النادي المصري البورسعيدي 4-2-3-1. وزي ما احنا قلنا اهم لاعبين هو دغنوم ومروان حمدي، ومعاهم جريندو زي كمان الياس الجلاسي. دول اهم 3 او 4 لاعبين في نادي المصري البورسعيدي. يعني الاربع لاعبين اللي بيلعبوا في خط الهجوم لاعبين مميزين جدا، ويجب عليهم الحذر بكره من دفاعات النادي الاهلي. طب الكابتن حسام حسن بيلعب ازاي قدام الاهلي؟ بيلعب بهجوم شرس جدا. كابتن حسام حسن زي ما احنا شفنا المباريات اللي بنلعبها قدام الاهلي بيبقى الهجوم قوي جدا على النادي الاهلي ودفاعات النادي الاهلي، زي ما احنا شفنا لما كان بيدرب الاتحاد السكندري في 2014 او 2015 وكسب الاهلي 4-1. والماتشات اللي فاتت كان اخر فوز تقريبا ليه مع المصري البورسعيدي امام الاهلي كان تقريبا في 2016، وكان 3-2 لو تفتكروا، اللي كان رمضان صبحي وحسام غالي اللي كانوا جابوا الجونين للاهلي، وكان طبعا 3 لاعبين من نادي المصري البورسعيدي. لكن اخر فوز للمصري البورسعيدي كان السنه اللي فاتت، بس ما كانش مع الكابتن حسام حسن، كان مع مهيب الشعلالي تقريبا المدرب التونسي، وكان من هدف وحيد، كان 1-0. واخر مباراه جمعت ما بينهم كانت في الموسم الماضي وانتهت بهدفين مقابل لا شيء. سجل الهدفين للنادي الاهلي كان رامي ربيعه وحسام حسن، وساعتها كان موجود الكابتن حسام حسن. في حاله الهجوم الخطه بتتحول او الطريقه بتتحول الى 3-4-3، وفي حاله الدفاع الطريقه بتتحول ل 5-4-1. طبعا احنا عارفين ان الاجنحه بترجع مع طبعا مروان حمدي لما مهاجم مصر البورسعيدي بيرجع يدافع مع المدافعين. واهم حاجه نحذر من العرضيات والمرتدات، ولازم المدافعين يكونوا مركزين بكره ومفتحين عينيهم كويس جدا، لان المصري البورسعيدي او الكابتن حسام حسن بطريقه المرتدات بيلعب بشكل كويس جدا، والعرضيات بتبقى قويه جدا، ولازم المدافعين يحذروا من المصري البورسعيدي. ننتقل كده الى التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي امام المصري البورسعيدي. زي ما انتم شايفين ده التشكيل الانسب لمباراه بكره. انا هبدا بالشناوي في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني متولي وياسر، وانا مقعد محمد عبد المنعم دكه بسبب ان لو هو لعب بكره ولا قدر الله خد انذار مش هيلعب مباراه الزمالك القادمه في الدوري. لازم محمد عبد المنعم لو هيبدا يحذر، لان لو هو خد بطاقه صفراء او خد انذار او طرد مش هيلعب مباراه الزمالك القادمه. وبدات بعلي معلول باك شمال، وفي نص ملعب اليو ديانج وعمرو السوليه. بسم الله ما شاء الله الاثنين عاملين مباراه قويه جدا، او عاملين نتائج كويسه جدا مع الفريق. صانع لعب هيبقى محمد مجدي قفشه، لان احنا خلاص اتعودنا ان محمد مجدي قفشه هيبدا، وبرونو سافيو هيبقى دكه، او هيبدا برونو سافيو جناح.
عبد القادر هيلعب في ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين، وفي الهجوم محمد شريف. ده التشكيل الانسب من وجهه نظري. وده في الحاله الهجوميه لازم الاهلي يضغط بكره بشكل كويس جدا، ولازم اللعيبه تحاول تسجل بدري لان المباريات دي بتخلص بدري جدا زي ما انتم شايفين كده. ده في الحاله الهجوميه لازم محمد هاني وعلي معلول يزيدوا مع المهاجمين، وعمرو سوليه يزيد، واليو ديانج يرجع مع الدفاع ورا، لان لعيبه المصري في المرتدات بتبقى قويه جدا وممكن لا قدر الله يسجلوا فينا اهداف. ودي في حاله الدفاع لازم لعيبه الاهلي ترجع بسرعه، لان احنا زي ما قلنا لعيبه المصري في المرتدات قويه جدا، ولازم حسين الشحات واحمد عبد القادر يرجعوا ورا. طبعا محمد شريف لازم يكون معاهم، وقفشه يكون في نص الملعب. حتى قفشه في حته الدفاع دي مش قوي جدا، يعني ما بيعرفش يدافع بشكل كويس جدا. لازم اللعيبه دي تحاول ترجع بسرعه، وخصوصا الباكات محمد هاني وعلي معلول لازم يرجعوا باقصى سرعه عنده. طب في الشوط الثاني كهربا ممكن يلعب لو كولر خدوا معاه القايمه، ممكن في الشوط الثاني وبنسبه كبيره كهربا يشارك. طب طاهر محمد طاهر بنسبه كبيره هيشارك، لان طبعا احنا عارفين ان طاهر رجع من الاصابه، ولازم يبدا يشارك الفتره الجايه، لان احنا عندنا نقص كتير قوي في الاجنحه، ولازم طاهر يشارك حتى لو 10 دقائق 5 دقائق مش مشكله، بس لازم يشارك بكره. بخصوص محمد كريستو بنسبه كبيره مش هيشارك بكره، لان البطاقه الدوليه اتاخرت، وممكن كمان ما يبقاش موجود في القائمه. فلو ما شاركش النهارده هيشارك في مباراه قادمه امام سموحه في كاس مصر بشكل طبيعي جدا. توقعات المباراه ان شاء الله الاهلي هيفوز على المصري البورسعيدي 3-1. واكتبوا لي برده توقعاتكم تحت في الكومنتات، نروح نقول نتائج مباراه اليوم. سموحه هيفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وتعادل، ومباراة كانت ورا أروع من الداخلية والبنك الأهلي، والماتش خلص 3-3. الماتش كان 3-2 للداخلية لحد أواخر الدقايق، وقدر البنك الأهلي يفوز بضربة جزاء سجلها محمد هلال. وبيراميدز يتعادل مع فيوتشر بنتيجة 1-1، والزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري بدون أهداف. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا، مع السلامة.